كاين الامر المفاجئ في هذه القضيه هو شكون هو المنفذ لهذه العمليه. الشخص عباره عن دركي سابق برتبه مساعد، كانت في واحد الازمه ديال السيول، فالبنوك كامله اللي في هذيك المدينه جاها العون من بنوك اخرى. كتصدم مدينه وجده يوم الاثنين الماضي بعد ما قام واحد الشيفور ديال سياره نقل الاموال بالمغرب. كلكم الخوت غادي تكونوا عارفين ديك السياره ديال نقل الاموال تكون مكتوب عليها برانكس. المهم تقدروا تكونوا نتوما عارفينها ولا شفتوها في شي بلاصه. هذا الشخص هذا شفر واحد المبلغ اللي كيتقدر بأكثر من 320 مليون سنتيم مغربيه بعد ما هرب، ولحد الان مازال حتى واحد ما عارف المكان ديالو. وحسب اقوال واحد الشخص كان معاه في هذيك السياره، فهو بدا العمل ديالو مع ديك الشركه قبل 6 شهور، وقام بالتنفيذ ديال هذه الجريمه الجريئه بعد ما كان خدام معاه في احدى البنوك المغربيه بمدينه وجده. وعلى حسب التقارير فهذا الشخص غادر هذيك البلاصه بعد ما شفر الفلوس ودارهم في واحد السياره اخرى وزاد، بعد ما سمح في صاحبه اللي كان خدام معاه في البنك. واش عرفتي الخوت راه غير الزرقاء وختها. صاحبه ما كانش عايق به انه غادي يقدم على ذاك الفعل الاجرامي، فبعد ما خرجوا من البنكه بجوج فاجئوا السائق بهذاك الفعل الشنيع وخذا الفلوس وركب في سياره اخرى، والسياره الاخرى اللي كان راكب فيها هو وصاحبه حرقها. فنهار الخميس الماضي عثرت الشرطه على سياره لنقل الاموال قرب المركز التجاري اسواق السلام بوجده، وهي تتحرق وحتى الفلوس اللي فيها كيتحرقوا. واحد المشهد اللي مثير بزاف كما كتلاحظوا في هذا الفيديو الخوت. المهم هو دار هذا البلان هذا باش ما يخليش موراه شي حاجه ولا ادله ولا بصمات، يعني كلشي حرقوا. هرب فلوس صحيحه. كتعتبر هذه العمليه اكبر عمليه سطو على البنوك في المغرب. ففي نفس الوقت وفين وقعت هذيك الجريمه كتبان واحد السياره ديال نقل الاموال يعني مصفحه كتحرق قدام المركز التجاري اسواق السلام. نزيدكم الخوت هذه السياره راه كان فيها حتى الاورو. ولكن الامر المفاجئ في هذه القضيه هو شكون هو المنفذ لهذه العمليه. هذا الشخص ماشي شخص عادي وماشي شيفور عادي ديال سياره مصفحه لنقل الاموال. فحسب بعض المعلومات اللي كتروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي فهذا الشخص عباره عن دركي سابق برتبه مساعد. الاسم ديالو هو سين نون، هو نائب قائد رئيس مركز بن عمار ساريه تاكيس بجهويه حسيمه. هاد السيد تشدوا عليه شله بلانات خايبين فجراو عليه وصيفطوه في حاله وما بقاش دراكي، ويقدر كاع يكون دوز الحبس. فكما كنعرفوا فالقياده العليا ديال الدرك الملكي ما كتطرد حتى عنصر مع عناصر الدرك الملكي حتى يكون مكبتها يعني بالمزيان، والغالبيه ديال المشاكل اللي كيديروا هاد الاشخاص كتدخلهم للحبس. ولكن السؤال المطروح الان هو ان كيفاش هاد السيد خدام في هاد الشركه الحساسه؟ الى فعلا هاد الشيء صحيح فكيف يعقل ان واحد مطرود من قياده الدرك الملكي ويجي واحد ويعطيه وظيفه ويأمنه على وظيفه ديال نقل الاموال، يعني وماشي اموال عاديه، راه تقدر تكون الملايير اللي خصها تفرق على البنوك واخا يكون القطاع الخاص الخوت. هذا الشيء راه ما مقبولش. فعلى حسب اقوال احد الاشخاص اللي في هذيك المدينه قال لك السي بان الابناك في هذيك المدينه اللي هي وجده كانت في واحد الازمه ديال السيول، فالبنوك كامله اللي في هذيك المدينه جاها العون من بنوك اخرى، وهذا الشيء كامل باش ينقذوا هذاك الموقف المحرج، بحيث البنوك كامله معوله باش توصل هذوك الفلوس باش تبدا الخدمه ديالها مع الناس اللي باغي شي فلوس تعطيه. حتى كتفاجئ بخونا سائق السياره الاموال المصفحه كيغبر وما كيجيش في الوقت المحدد اللي كان خصو يوصل فيه. تسناوه وقالوا ياك ماشي مشكل في السياره ولا شي حادثه تسير لا قدر الله، ولكن والو. دوروها تليفونات حتى اكتشفوا بان المسؤول على نقل الاموال في هذيك السياره المصفحه هرب فرتح وخلى لهم غير الغبره وراه دا مع هذيك الحصيصه كامله. فربما يعني انا مازال ما متاكدش، فربما هذيك السياره اللي لقاو حدا المركز التجاري اسواق السلام بوجده تكون هي اللي كان سايق، انا مازال ما متاكدش. المهم انه راه هز الخناشي ديال الفلوس دارهم في واحد السياره اخرى وزاد. ولكن السؤال اللي كيدور لي انا في دماغي بغيت نسول هذا الشخص هذا، اسيدي قلنا كاع ضربتي واحد 300 مليون ولا مليار ولا جوج كاع، شنو غدير بهم كاع؟ شنو غدير بهم؟ غادي تبني لنا قصر في الامارات؟ بغيت نقول لك فراك غادي في الخسران حمادي، وغادي تحصل يعني المخزن عندنا تبارك الله راه يجيب كيجيب والله ما يتفك معاك، وهذوك فلوس ما غاديش تصرف عليه. والعقوبه ديال بحال الجريمه راه هي 10 سنوات نافذه،
هي باش تعرف. اذا سيدي هذه راه عمليه انتحار وماشي عمليه سطو. لما خزنا الخوت بلا شك في هذه اللحظات غادي يكون داير حاله وقرباله في مدينه وجده، وغادي يكون واحد الاستنفار امني غير مسبوق، والاجهزه الامنيه وخصوصا مصالح مراقبه التراب الوطني وغادي يكونوا على القرص وغادي يكونوا دايرين الخدمه ديالهم. المهم هذا الشخص هذا عندك واحد السيمانه غادي تسمع اخبار. المهم الخوت هادشي اللي كان في هذا الفيديو اليوم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش الخوت لايك الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله.